الجو حر جدا وقاعده مفرهده، بس في نفس الوقت نفسي اكل باتيه اكون انا اللي عاملاه. فقررت ان انا برضو معجنش وقمت على طول عشان اعمل احلى باتيه في الدنيا من غير عجين. دي كوبايه الا ربع من الزبده السايحه، حطيت عليها كوبايه الا ربع من اللبن وكوبايه من الزبادي، تبلت بملح ومعلقه من السكر وكمان البيكنج باودر، وقلبت كل الخليط ده مع بعضه كويس جدا. وده الشكل اللي هيكون عليه الخليط بعد ما تقلب حلو قوي. الحشوه بتاعتي مفيش ابسط منها، كوبايه من الموتزاريلا وحطيت عليها جبنه كده براميلي ورشه من الزعتر الفريش. وعايزه اقول لكم الميكس ده مع بعضه حلو قوي، قلبتهم بقى كويس جدا كده مع بعض. ودي حشوه بسيطه لاحلى باتيه في الدنيا. وعلشان انا مش عايزه اعجن، جبت ورقه كده من الجلاش دهنتها بالخليط اللي عملته، وحطيت عليها ورقه كمان تاني من الجلاش ورجعت دهنتها مره كمان. طبقتهم بقى طبقتين على جنب ورجعت دهنت برضو بالخليط اللي انا عملته، وحطيت الحشوه وقفلتها من الناحيتين ولفيتها رول زي ما انتم شايفين. خلصت بقى كل كميه الجلاش اللي كانت عندي بنفس الطريقه ورصيتهم في صينيه عليها ورق زبده. في طبق حطيت بيضه ومعلقه من الخل وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وكده عملت الخليط اللي انا هدهن بيه وش الباتيه بتاعي. دهنت بقى وش الباتيه وحطيت كده من على الوش رشه من السمسم وحبه البركه، ودخلتهم فرن سخن على اعلى درجه حراره لحد ما استوى وخد لون حلو. عايزه اقول لكم بقى هو ده الباتيه الكداب، بس مورق وخطير وطعمه يجنن بجد، لازم تجربوه. ينفع فطار او ينفع عشاء مع كوبايه شاي كده بلبن، لازم تجربوه. مستنيه رايكم، وما تنسوش تعملوا فولو لوصفات اكتر.